السلام عليكم. آه يعني طبعهم ولا يشتروه، واحنا عارفين يعني احنا قدام برضو، ما احناش عشرينات علشان نشوف الحاجة وننبهر وبتاع. اول ما خدوا بعضهم وراحوا زيارة لنادي الزمالك، واتفقوا على ان الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك هيعملوا لهم زيارة وخلافه. احنا قلنا كل ده أونطة وضحك على الدقون، واللي هم عايزينه هيعملوه. سيبوكم من الرسميات والورد والكرافتات وبتاع، والله يرحمه العمري فاروق والكرسي فاضي ونحط له ورد وكأنه موجود جنبينا ونعيط وبتاع مش عارف ايه والكلام ده كله. ربنا يرحمه طبعا، والكل يعلم مقدار تقديري وحبي لهذا العمري فاروق الله يرحمه، اللي كان هيعيد مبادئ النادي الاهلي من جديد. لان انا مجتمع على شخصيتين في النادي الاهلي ما كانش ليهم ثالث، العمري فاروق وحسام غالي. الاثنين دول هم اصحاب مبادئ النادي الاهلي، والدليل ان هم دائمي. منهم العمري فاروق الله يرحمه كان دائم المشاكل مع رئيس النادي الاهلي على ما يفعله رئيس النادي الاهلي ضد مبادئ النادي الاهلي المتفق عليها والمتعارف عليها منذ النشأة. وطبعا اللي بيكمل مسيرة حسام غالي، وعلى هذا يعني مبقوقين لغاية الحناجر من حسام غالي طبعا، وكل الدعم والحب في الزملكاوي في الكوكب ما بيحبش حسام غالي، هذا الرجل المحترم اللي ان شاء الله تبارك وتعالى سيكمل مسيرة المبادئ في النادي الاهلي. انا بقول الكلام ده ليه؟ يقول لك الهروب الكبير. سيبكم من المنيسي ده لما تفرج يعني 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 المنيسي والقيع وبتاع يعني رمز جميل قوي لكل ما هو يعني ضد مبادئ النادي الاهلي. طبعا انا ممكن اشوطه ويعني زي ما عملنا اللي شوشو، بس لا يعني خلينا برضو ايه مع الناس دي شويه بالراحه كده، لغايه بس ما ايه يعني نتقل على الرز، لغايه بس ايه ما نشوف اولهم ايه واخرهم ايه، وبعد كده براحتنا بقى. فالهروب الكبير، ويقول لك 2-0 في يعني وبين قوسين كده القهر، العذر القهري او كلام من ده، يعني بيهرجوا يعني بينكتوا او بيستظرفوا يعني. خرب بيت خفة الدم بتاعتكم بصراحة، حاجة تنقص، حاجة تخليك ترجع، يعني اشكال ما يعلم بالله ربنا. وبينكتوا كمان بقى يعني مش قوي كده، يعني مش قوي كده يعني رخامة وبتاع مش عارف ايه وماشي يعني، برضه لكم احترامكم. انما هنكت كمان لا بقى يعني ما ينفعش كده كتير. عارفين لما يطلع لك حد من العلم كده يقول لك بقى كده كتير، انا بقول لك بقى كده كتير بصراحة، مش قوي كده يعني. وطبعا اللي وصلني ان الخطيب زعلان من هذا البتاع، انما حاجة جميلة قوي. يقول لك الخطيب زعلان، وناس تانية تقول لك الخطيب يعني يشارك ويؤيد. ودائما وابدا في عصر الخطيب يطلع هذا الاثنين، اي حاجة يطلع واحد يقول لك الخطيب يشجب، والتاني يقول لك الخطيب يؤيد، وما يطلعش حد ابدا يؤكد الشجب او التأييد. وعايمة على هذا كثير بقى، كل الاحداث من اول الشحات لكهرباء لامام بصوا للصبح يعني ما فيش، هي كده الدنيا ماشيه كده معاه. خبر يقول لك الخطيب يشجب، خبر يقول لك تاني على نفس القصه او على نفس الخط الخطيب يؤيد. وما يطلعش حد ابدا يبين لك او يؤيد لك اذا كان هو يؤيد او يشجب، ومحدش فاهم حاجه. ف الهروب الكبير هذا كان عنوان غبي من رئيس تحرير بيستظرف
واصلا يعني والعياذ بالله حاجه يعني تخليك تجيب اللي في بطنك، انما ماشي يعني هي جت على ده. على الاقل ده سهل شويه، مش زي العتاه المعرضين الكبار يعني. ده هيجي فين ده؟ انا بس رساله برضو، يعني طالما شيء بالشيء يذكر، لمجلس اداره نادي الزمالك. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو عبد الله السعيد او الشيبي اجدع منك؟ اجدع من مجلس اداره نادي الزمالك؟ ما الموضوع سهل يا جماعه، انت ايه اللي موقفك؟ صيحنا معاك وعشمتنا وتعشمنا معاك وشطنا معاك وقلنا يلا بص تخرب ما تعمر، ما خربانه يلا اضرب بقى وبتاع مش عارف ايه، ومفيش. طب وبعدين يعني هل الدنيا هتمشي كده؟ ما عندك الراجل عبد الله السعيد والشيبي جابوا حقهم تالت ومتلت من عين التخين لما راحوا الفيفا. انت ايه اللي مزعلك في انك تروح الفيفا؟ طبعا لسه ما نعرفش لسه الاتفاقات ايه، ولا الكلام على ايه، ولا ايه اللي هيحصل، ولا بس هو بامانه يعني احقاقا للحق المجلس مستحمل اللي ما يستحملوش حد بامانه. تخيلوا ملايين الناس الزملكاويه يطلعوا بالمجلس السما، وبعد تاني يوم ينزلوا بيه 7 أرض، والمجلس ما بين ده وده محتار. بس خدوا بالكم هو برضه بيقعد على مائدة مفاوضات مع ناس، وبيقول وبيعيد وبياخد ويشد ويرخي والكلام ده، وهو أدرى، يعني هو أدرى بالدنيا ماشية ازاي ومتطلباته هتمشي ازاي وهينفذوا كلامه ازاي. بس احنا برضه يعني بنقول له لو الناس دي ما نفذتش ما تقلقش من حاجه، احنا معاك كرسي في الكلوب، واقسم بالله ما هتلاقي زملكاوي على وجه الكوكب بيعارضك، بل بالعكس الكل عايزها تولع نار. اضرب ولا تبالي ولا تبالي. خد من الشيبي وعبد الله السعيد المثل اللي يحتذى بيه واتكل على الله. لقيت الناس دي ما فيش منها رجا ويبداوا يعكسونا بقى والمش عارف ايه واشتغلوا لنا في الازرق. ما فيش وقت للازرق يا سياده رئيس نادي الزمالك الكابتن فصيل لبيب ومجلسه الموقر، ما فيش الكلام ده. الناس عبد الله السعيد النادي الاهلي بقى بكينونته بجبروته بالدنيا بي عملوا مبقوقين منه ومش طايقينه اصلا ولا طايقين اسمه، وحبوا يعكسوه في 2 مليون وحجزوا 2 مليون دولار وحجزوا على حساباته وبتاعاته ومش عارف ايه وبتاع. الولد بمنتهى البساطه قام رايح الفيفا، قام الفيفا مشلح. هو كده اتحاد الكوره شويه التيت دول عملوا برضو الجلاشه مع الشيبي، وقفوه 6 ماتشات ان ميدل اوف نو وير، ومحدش عارف اصلا ايه اللي بيحصل ولا ليه ولا بمناسبه ايه ولا مين دول ولا اي حاجه خالص. انتوا فاهمين؟ انا مثلا حكمت على واحد ان يخش السجن 2-3 سنين، انا مين اصلا؟ وانا ليه؟ وانا ايه شرعيته ولا ايه الحدوته بتاعي؟ انا ماليش فيه. هو ده اللي حصل. قام الراجل بمنتهى البساطه المحامي بتاعه المحترم قام واخده ورايح بيه على الفيفا، جاله حقه تالت ومتلت. انا نفسي افهم حتى السابق مرتضى منصور شبعنا كلام بالفيفا، وكان اخره ما يروح ويطلب شيكابالا والعنصريه والبتاع وشتيمه جماهير الاهلي ليه طوال هذا التاريخ، ولمنا فيديوهات ومعلومات وبتاعات ومش عارف ايه، وهنروح الفيفا وما راحش الفيفا. الناس دي فضلوا يصدعونا برضو الفيفا والمحكمة الرياضية والفيفا خلانا بقى قلنا بصوا يعني التطهير بقى
حسين لبيب جايب حصان ابيض وطاير على الفيفا، هيجيب حق الغلابه، حقنا وحق الغلابه كلهم اللي في مصر اللي بنعاني بقالنا كذا. محدش هيشيلك يا حسين. قلنا الكلام ده للانديه المصريه، فرصه جات لكم اتحدوا طالما بتشتكوا بعد الحادثه دي. مش عايز اي نادي ابن 60 تي تشتكي، مش عايز اي نادي يفتح بقه. سيبونا احنا في وش المدفع كده، احنا نواجه مصيرنا بما قدر الله لنا، وخليكم انتوا في اللي انتوا فيه، في اللي انتوا فيه. انتوا تحبوا متدوس استحملوا، احنا كفى. فربنا المستعان. احنا مش عارفين اصلا ايه قضيته ماشيه لفين ولا بيعمل ايه ولا انما اللي انا اعتقده ان يعني هو في يعني في امور عامله بالانس. طيب انت هتعمل كذا يعني، ما عشان يلعب ماتش سيراميكا ومفيش حاجه اتحققت، فما انا ممكن ما العبش وكرسي في الكلوب بتاعنا وتخرب مطعمر. فيدعى او خالد الغندور طلع قال ان في بريرة ماشي وعامر حسين ماشي، ويبقى كده ايه، وجدول الدوري نزل، ويبقى كده يعني ايه كتير قوي من مطالب نادي الزمالك اتحققت. شابوه لو هذا حصل، شابوه. لو ده ما حصلش ما تلعبش وروح الفيفا. موضوع سهل جدا جدا جدا. العب بالعيال اللي عندك اللي هم مدرسه الكوره، نزلهم والله مدرسه الكوره. فاكرين الجونه ما عملها مع الاهلي برضه؟ اصل خدوا بالكم الاهلي ده تاريخ في شغل اللالا لاند يعني. بس انتوا عارفين تحيا مصر، تحيا مصر. يبقى انت اكيد في مصر كل ما تحصل الافلام دي شغلوا اغنيه يبقى انت اكيد في مصر. اما تلاقي كل الكلام ده بيحصل وكل الظلم والقهر و وفريق حصل على بطولات ما حصلش عليها نص انديه العالم، يبقى انت اكيد في مصر. وهكذا. اشوفكم، يلا السلام عليكم.